بس علي صوتي. اسمك ايه يا حبيبتي؟ ميرنا عبد السلام. في سنة كام يا ميرنا؟ رابعة. مدرسة ايه؟ عدد الشرقاوي. ايه اللي حصل معاكي في المدرسة يا ميرنا؟ كانت الأبلة بتقول لنا قصدي بنت بتقول لها أبلة كان في مكان كده واسع الناس كانوا بيصلوا فيه، شباب الإخوان قفلوه الوقت. الأبلة قالت لها لا حرام ما تغلطيش فيهم، بس هو اللي قفله عشان محدش يصلي فيه. قالت لها السيسي اللي قفله عشان ما حدش يصلي فيه؟ اه. وايه تاني؟ وبعدين أول امبارح يوم الأربعاء اللي فات قعدت تقول يوم الأربعاء اللي فات بتقول السيسي هو اللي أيام الكفار كانوا بيقتلوا المسلمين، دلوقتي السيسي هو اللي بيقتلهم اللي هم تبع مرسي. قالت السيسي هو اللي بيقتل المسلمين؟ الكفار زمان. كانوا بيحاربوا بالسيوف أيام زمان، دلوقتي السيسي بيحارب بالطيارات. طب وهي قالت الكلام ده قدام الفصل والتلاميذ كلها؟ طيب هي المدرسة دي كانت بتضرب حد أو ضربتك أو ضربتك ليه؟ علشان انا كنت باخد قلم من زميلتي بصوت واطي كده، قامت ضرباني خبطتين جامدين على ظهري وعلى وشي. طب انت بعد ما روحت البيت بقى خفت من الكلام ده ولا عملت ايه؟ كل ما طيارة عارفة انا كنت بخاف منها، ورحت قلت لماما، ما قالت انا هجيب معاكي المدرسة. وماما راحت معاكي المدرسة؟ وعملت مذكرة. طيب اتعرف بحضرتك؟ فتن عبد المنعم عبد. طيب ايه اللي حصل مع ميرنا؟ انا لقيتها جايه معيطه من المدرسه بتقول لي ماما انا خايفه. بقول لها من ايه؟ بتقول لي خايفه الطيارات تنزل وتموتنا كلنا. بقول لها مين اللي قال الكلام ده؟ قالت لي الابله في المدرسه بتقول ان السيسي هيموتنا. فقلت لها ما تخافيش انا هروح لها بكره وهشوف الموضوع ده قوي ومش هسكت يعني. بس ورحت المدرسه وعملت فيها مذكره وعشان ياخدوا فيها الاجراءات اللازمه يعني. طيب انت بتوصلي رساله ايه للمسؤولين او ياخدوا بقى الاجراءات اللازمه عشان ما تحصل في اي مدارس يعني. بس انت هتسكتي على الموضوع بتاعك وهتسيبيه ولا عايزه الاجراءات القانونيه ان هي كلها تتاخد؟ والله انا لما جيت اتكلم في المدرسه لقيتها بتكذب وبتنكر الكلام اللي احنا قلناه يعني. لقيتها بتقول ما حصلش، بتقول ده الشر اللي قال يعني، غيرت الكلام. فلما احنا جبنا مجموعه يعني كانوا معاه في الفصل وكده فقالوا لا حصل. قالت السيسي هو اللي عمل كده يعني. الطلبه في الفصل كلهم قالوا ان الكلام ده حصل. قالوا وهي نكرت الكلام ده. قالوا الكلام ده وهي بتنكر وبتعلي صوتها ومفكره بصوتها ده انها تخوفنا يعني. احنا ما بنخافش. وانا قلت لها ان السيسي ده فوق دماغنا يعني، وهيفضل فوق دماغنا بس.